النجاح ملوش علاقة انك اتولدت غني ولا قوي، انما هو مرتبط بالديزاير او الرغبة. هي حاجة واحدة مهمة اسمها الرغبة، وده مش مجرد احساس على فكرة، ده المحرك الاساسي اللي بيخليك تتحرك عشان تبني طريقك. زي ما بيقول علم النفس، الرغبة دي بتولد عندك ايه؟ الالتزام، والالتزام ده هو اللي بيوجهك عشان تنجز اي حاجة في حياتك. يعني الرغبة هي بالظبط الطاقة اللي بتزقك عشان تواجه أي صعب، وبتخلق لك حلول كمان. لو الرغبة دي عندك قوية، عينيك دي هتلمع، وهيبقى كده في أمل في الطريق، ومخك هيبدأ يفرز حاجة اسمها الدوبامين، حاجة كده زي الوقود لعقلك، وبيخليك تحس بالحماس والاستعداد. يعني لما بتحدد حاجة انت عاوزها، جسمك بيستجيب وبيديك قوة بتتحرك بيها. فبدل ما تفضل عايش دور الضحية وتقعد تقول مفيش حاجة ماشية معايا وهي مقفلة في وشي، ركز على انك تخلق حاجة لنفسك. ما تزهقناش يا شيخ. مش لازم تكون البداية ضخمة يعني، لكن المهم تكون برغبة حقيقية. الحياة مش هتتحرك لوحدها، لازم انت اللي تنزل تزق. ولو قعدت مكانك تستنى الظروف المناسبة، صدقني هتقف كتير جدا. زمن المعجزات خلص خلاص. أنا عاوزك تسأل نفسك سؤال مهم: أنا عايز إيه؟ لما تلاقي الإجابة، صدقني مش هتحتاج حد يديلك دفعة. شفت فيلم سور الصين العظيم بتاع محمد محي لما كان بيقوله القوة اللي جواك يا محي مش بس هتحركك، دي اللي هتخلق لك طريق من العدم. أنت صاحب القرار.